بزاف. يكفيني هاد البراءه ويكفيني حب هاد الناس، ولو انني ندان بشهاده الزور اللي جابوها هاد الناس ما عنديش مشكل، ولكن الحمد لله انه كاين مجموعه ديال المحطات من بعد رفض الطلب، كاين اعاده النظر، مجموعه ديال الاشياء. وكنتمنى انه صوتي يوصل، وانه ناخذ حقي، لانه فعلا تعرضت لمؤامره ما يمكنش تخيلوها، ما يمكنش تصوروها، الحقره ما يمكنش تخيلوها، ما يمكنش تصوروها. تعرضت للتهديد، للقتل هكاك في الطريق. فقط هادشي اللي بغيت نقول لكم. وحاجه اخرى، انا كما كنقول لكم اخيرا وليس اخرا، بغيت نوجه واحد الرساله للاب ديالنا الروحي، واللي ما تعلمناش منه الحقره، تعلمنا منه نساعدوا المحتاج ونوقفوا مع الفقير، وتكون عندنا شفقه وتكون عندنا رحمه ويكون عندنا ضمير، اللي هو سيدنا الله ينصره. لانه عييت الصراحه، الناس ما بغوش يخلوني في حالي، وذنبي انه انا صوتي زوين، معروفه عربيه صغيره، واخده 2 كلوس من عند سيدنا الله ينصرو، وغنيت على الصحراء، بلادي في الصحراء، لبست الملحفه. هذا ذنب، ما عرفتش شنو الذنب اللي دايره انا، باقا ما عرفتش. شي حد يقول لي انا شنو داير. حمزه موبيبي برأنا من القضاء، يعني علاش هاد الناس دايرين هادشي؟ غير انه كيشوهوا بسمعه وحده كانت رافعه رايه البلاد، فين ما مشيت شوهوا سمعه بلادي، وانا عندي غيره كبيره على بلادي.